يوم 8 أكتوبر سنة 1973 كتيبة 418 دفاع جوي كانت موجودة في شمال شرق القاهرة لحد ما وصل أمر الرائد أيمن سيد يقول لهم يتحركوا على المنصورة في آخر الليل ويأمنوا تحركهم كويس. وفي فجر 8 أكتوبر فعلا اتحركت الكتيبة، بس ولا واحد فيهم كان عارف هم رايحين فين بالظبط ولا حتى ليه. كانوا فاكرين انها حركة عادية، لكن الأيام كانت مخبية ليهم دور بطولي هيخلي قائد السلاح الجوي الإسرائيلي يقول في آخر الحرب: اللعن على قادتنا الذين أوهمونا أننا أقوى من المصريين. وفعلا الكتيبة وصلت المنصورة، وأول ما وصلوا المنصورة استلم الرائد أيمن ظرف كتير بيقول لهم استنوا في قرية صغيرة اسمها الغنيم، والقرية دي موجودة بين المنصورة ودمياط. وأهل القرية استقبلوا العسكر وقدموا لهم الأكل وكل المساعدات اللي هم محتاجينها، وفضلت الكتيبة مستنية التعليمات الجديدة. وفي اليوم التاني جات ليهم الأوامر إن هم يتحركوا على بورسعيد من طريق دمياط الساحل، بس التحرك يكون مجموعات صغيرة وكل مجموعة ما تزيدش عن عربيتين، وده طبعا علشان ما يلفتوش انتباه الطيران الإسرائيلي. والطريق لبورسعيد ما كانش سهل خالص، وده بسبب إن الطيران الإسرائيلي كان بيقصف بورسعيد باستمرار وكان بيستهدف أي قوات دفاع جوي بتكون موجودة. بس بفضل ربنا والخطة السرية اللي هم اتبعوها كتيبة 418 دفاع جوي قدرت توصل لموقع اسمه رجب عباس، وده موجود على أطراف بورسعيد ومن غير ما تكتشف، رغم إن المكان كان شبه دمار بسبب قصف الطيران الإسرائيلي المستمر لبورسعيد. أول ما الكتيبة وصلت قالوا إن هم لازم يبنوا حائط دفاع جوي للموقع بتاعهم، ولازم يحصنوا المكان قبل ما الشمس تطلع علشان الطيران الإسرائيلي ما يكتشفش وجوده. مهندسين الكتيبة عملوا شغل بطول وبالتعاون مع الجنود قدروا إن هم يجهزوا المكان ويعملوا حائط من الدخان والخرسانة بسرعة شديدة جدا بحيث يحافظوا على الأسلحة والصواريخ بتاعتهم. وفي الساعة 6:30 صباح يوم 11 أكتوبر قدروا إن هم يرصدوا 16 طيارة إسرائيلية جاية من اتجاه العريش لبورسعيد، والرائد أيمن ادى أمر بإطلاق الصواريخ، وفعلا الكتيبة قدرت إن هي توقع طيارتين في البحر. ودي كانت أول صدمة للقيادة الإسرائيلية اللي كانت فاكرة إن خلاص بورسعيد بقت خالية من الدفاعات الجوية بعد المسح اللي هم عملوه قبل كده. واستمر الاشتباك بين الكتيبة والطيران الإسرائيلي لساعات، وده يثبت إن الكتيبة جاهزة لصد أي محاولات من العدو للاستيلاء على بورسعيد. وفي تمام 7 صباحا يوم 12 أكتوبر الطيران الإسرائيلي زود الهجمات لدرجة إن هو كان بيهجم عليهم ب 68 طيارة، يعني تقريبا ربع القوة الجوية للطيران الإسرائيلي. وخطتهم كانت تدمير الكتيبة 418 بالكامل. وهنا اقترح القائد سعيد العاشر رئيس العمليات فكرة عبقرية جدا، والفكرة كانت إن هم يستخدموا ساتر دخاني عشان يخبوا الأسلحة والعدو ما يشوفهاش. وفعلا الساتر الدخاني كان عامل حماية كبيرة جدا للكتيبة رغم إنه كان بيحجب عليهم الرؤية أحيانا. في الأيام اللي بعد كده كان الطيران الإسرائيلي بيصاب بالقصف، وكانوا بيهاجموا الكتيبة من 4 اتجاهات مختلفة عشان يقدروا يشيلوا الدفاعات بتاعة الكتيبة. والكتيبة كانت خلاص تعتبر آخر خط دفاع عن بورسعيد، ورغم إن الكتيبة فقدت 70% من الجنود والمعدات لكن اللي فضلوا قرروا يكملوا دفاع عن المدينة لحد آخر نفس. وآخر هجمة كانت يوم ما أعلن الرئيس السادات الانتصار، والطيران الإسرائيلي كان خلاص فاكر إن الكتيبة 418 انتهت، بس إزاي بالمصريين؟ وكانت معدية طيارة إسرائيلية، وفجأة رادار الطيارة اكتشف صواريخ رايحة في اتجاهها، بس الطيار الإسرائيلي استغاث بالقادة وقال إنهم أحياء لقد عادوا من الموت. وفي خطاب الرئيس السادات بعد حرب أكتوبر قال عنهم: عاهدتم وكنتم الأوفياء للعهد، وصادقتم وكنتم أشرف الأصدقاء، وقاتلتم وكنتم أشجع المقاتلين، وصمتم صمود أبطال، ولم يكن في مقدورنا أن نجد رفقة سلاح أكثر مدعاة للطمأنينة والفخر من هذه الرفقة التي تشرفنا بالقتال فيها معكم ضد عدو واحد لنا هو عدو أمتنا العربية كلها. ودي كانت قصة الكتيبة 418 اللي رغم نقص الإمكانيات والخسائر اللي حصلت ليهم فضلوا واقفين زي الأسود عشان يدافعوا عن مدينة بورسعيد، ورفعوا علم مصر على أراضي بورسعيد بكل فخر، وحافظوا على كرامتنا وكرامة مصر.